السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدوري المصري رجع، التلاعب والفجور رجع بعد 45 يوم من التوقف الدولي في أفريقيا. بعد 22 يوم الخروج المغزي لمنتخب مصر بسبب استمسار حازم إمام وشلة عصابة اتحاد الكورة. الدوري رجع بالتلاعب والفجور والفساد. الدوري المصري رجع بتأجيل ماتش نادي الزمالك. المفروض هيلعب النهارده الزمالك النهارده ماشي، وبيراميدز هيلعب يوم الاربعاء. أجل الماتش الزمالك اللي هو الزمالك هيلعب في أفريقيا يوم 26. يوم 26 أنا بطالب إعلام النادي الأهلي أو أي إعلامي محترم يتصل بالحاج عامر حسين ويقول له ليه أنت أجلت ماتش نادي الزمالك؟ ليه أجلت ماتش نادي الزمالك لما الدنيا قامت وقعدت؟ ما قعدتش بسبب ان هو الاهلي اجل ماتش تبع اللائحه لطلائع الجيش، ودي لائحه علشان هو اساسا هيسافر هيلعب شباب بلوزداد، وشباب بلوزداد هيروح غانا يلعب فريق غاني. وكلوت شلبوكة ما تكلمش، يعني حد يسأل الحاج عامر حسين ليه انت اجلت ماتش الزمالك؟ رغم ان الزمالك يقدر يلعب مع زي بيراميدز، ما هو بيراميدز برضه هيلعب قبل الزمالك بيوم مش بعديه، قبليه بيوم. ومع ذلك بيراميدز هيلعب بكره. بيراميدز هيلعب مش عارف بكره ولا الخميس. الماتشات كلها هتتلعب لحد يوم الخميس، تمام. اول ماتش للزمالك يوم 19 مع الاسماعيلي. طبعا هم هيجهدوا الاسماعيلي. يقدر يلعب النهارده مع سيراميكا، على فكره النهارده يقدر يلعب بكره مع سيراميكا، بس ليه هيودوه اليوم الخميس الساعه 7 بالليل ماشي. بعد كده هيجيبوا لي الزمالك مستوي، يلا يا زمالك فوز بقى واطلع هناك العب في بطوله ضعيفه اسمها الكونفدراليه وفوز بقى وتعالى. يعني اعلام النادي الاهلي ليه ما يقولوش ليه ماتش الزمالك يتاجل؟ الزمالك هيلعب يوم 26. ما الزمالك المفروض يلعب النهارده هو وفيوتشر. الزمالك المفروض يلعب النهارده مع فيوتشر زي المصري وزي انبي، وبكره الاتحاد مع البلديه على ما اظن، وبيراميدز مع زد. ليه الزمالك يتأجل له ماتش فيوتشر؟ ليه؟ الزمالك هيلعب في افريقيا يوم 26. يوم 26 اتحاد الكورة بيتلاعب، اتحاد الكورة فاسد. كل ده ليه؟ عشان الزمالك وحازم امام. ده فجور اتحاد الكورة بقى عين عينك. فجور اتحاد الكورة بقى عين عينك ومساعدته للزمالك عين عينك. انت ليه تأجل ماتش الزمالك بتاع النهارده مع فاركو مع فيوتشر؟ ليه تأجلهم؟ ليه تأجل ماتش الزمالك ما يلعب؟ ده لسه قبل 26 والنهارده كام؟